السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأعزائي محبة ومتابعي عالم الفلك والأبراج والأرقام. تحية طيبة مني لكم. الفلوس هتنزل عليهم زي المطر. ميشيل حايك يفجر مفاجأة عن البرجين. تعالوا نشوف مع بعض توقعات العبقري ميشيل حايك اللي تملي بتسعدنا. وأول برج معانا هيكون برج الثور. قد يشهد مواليد برج الثور فترة في التركيز على الأمور المهنية والمالية. وجود المشتري في بيت المال قد يمنحهم فرصة لتحقيق أرباح إضافية أو تعزيز استثمارات سابقة. قد يحصلون أيضا على ترقية أو عرض جديد يدعم تطورهم الوظيفي. دي توقعات ميشيل حايك لبرج الثور. تاني برج معانا فهو برج العقرب. قد يركز مواليد برج العقرب على الأمور المالية والممتلكات. قد يواجهون بعض المشاكل التي تتطلب منهم إعادة ترتيب الأولويات. وقد يستفيدون من نصائح الأشخاص المقربين لهم ويرغبون في رؤيتهم. يحققون نجاحا ماليا مستمدا. الله عليك. تعالوا مع بعض بقى في شوية نصايح. العبقري ميشيل حايك بينصح بهم البرجين دولت. يقول لك ايه اللي انت تستفيد بهم يعني. استغل الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب مالية. راجع استثماراتك وخططك المالية لضمان تحقيق أهدافك. كن حذرا في اتخاذ القرارات المالية وتجنب المخاطر الغير محسوبة. حاول إدخار جزء من المال بشكل مستمر. تجنب الديون بقدر الإمكان. ابحث عن طريق زيادة دخلك. هي دي كانت كل توقعات العبقري ميشيل حايك. أتمنى نكون أسعدناكم. دمتم في أمان الله وحفظه.